السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية طيبة، عندي بصراحة للتوضيح وللمعلومة، عندي مشكلة كبيرة في حسابي كعثمان رشيد قبرسة أو أبو راشد قبرسة. يعني كثير من المتابعين وكثير من الأصدقاء يرسلوا لي رسائل في الخاص، يقولوا لي نبغى مساعدة، نبغى وإيش. أحيانا يصعب عليك إن تسمع بعض الكلمات، يقول لك أنا ما أكلت، أنا البارح ما تعشيت، أنا لا أملك خبز أنا وأولادي، وأنا الناس تتكلم بظروف ما أدري ليش، إيش مشكلتهم إن أنا يشوفوني إن أنا أستطيع مساعدة الآخرين. يعني بصراحة أنا رجل عادي كعثمان، أنا في كل الحسابات اللي هو في التواصل الاجتماعي عثمان رشيد قبرسة أو أبو راشد قبرسة. بعدها عطلت شركة الفيسبوك بسبب أنه كنت أتحدث في السياسة الخونجية وزمان ودفاع عن بن سلمان وأشياء كثيرة ساهمت، وأغلقوا الحسابات اللي هو باسم عثمان أكثر من حوالي يمكن 8 حسابات أو 7. وحاليا يرسلوا لي إلى من زمان، من قبل 5 سنوات، من 6 سنوات أو 7 سنوات، يرسلوا لي رسائل في الخاص، يقول لي أخوي أنت ساعدنا وأنت تعرف الملوك وأنت. والله أنا ما بعرف ولا ملك، أنا أملك نفسي بس فقط. أنا رجل عادي، أنا رجل الحمد لله على النعمة، قد أكون فقير زيكم، يعني ما لا أستطيع مساعدة الآخرين. ولكن عندما تسمع بعد الكلام بصراحة شيء صعب ويشفق على الناس اللي ترسل الرسائل تقول لي والله عثمان أنت ساعدنا أو عرفنا على ملك. والله أنا ما بعرف ولا ملك ولا أعرف ولي العهد، مجرد دفاعي كانت سياسيا للمملكة العربية السعودية، هي أفضل دولة عربية إسلامية، وهي تكون قدوة الحسنة لجميع الدول الإسلامية والشعب السعودي عامة، واصدقائنا الموجودين اليمنيين والسعوديين والمصريين والأردنيين والسوريين والليبيين والسودانيين. أنا أعتبرهم كل هذا الدول العربية اللي موجودين هم إخوة لا أكثر ولا أقل. تعارفهم معايا بالتواصل الاجتماعي هو مجرد رسائل، وكل واحد يقول اللي عنده، وحتى أحيانا نشتبك مع بعض يعني بسبب السياسة، بسبب بما يحدث في المنطقة. ولكن أنا لا أعرف ملك. أنا صحيح كنت عايش في السعودية وكنت تعرفت على الشعب السعودي عامة، سواء كانت الملوك أو الشعب. كنت ألعب كرة القدم، وهذا تاريخ حياتي يعني للتوضيح إني أنا لا أملك مال ولا أستطيع مساعدة الآخرين، يا دوب نفسي إني أساعد نفسي فقط، فهمت؟ وأحيانا قد أكون أحتاج كمان أحتاج مال على أساس إنه أسدد الكهرباء أو أسدد المويه، قد يكون أحتاج في حياتي. لكن الحمد لله على النعمة، وأنا الحمد لله يعني ما أعتمد إلى الله على الله سبحانه وتعالى، وكل الأرزاق بيد رب العالمين. وأنا للتوضيح وللمعلومة أنا لا أملك كعثمان، أنا لا أملك أي شيء. أنا أعيش في جمهورية جيبوتي، أوكي، دولة عربية لها حدود مع اليمن وإريتريا وإثيوبيا والصومال، أوكي. يعني لا أملك أي مال لمساعدة الآخرين. بعد الإخوان كثير رسائل يرسلوا لي في الخاص يقولوا لي عثمان شوف ساعدنا وما أدري إيش. ما أدري كيف يتوقعوا إن أنا أصلا أساعد الناس أو أملك هذا الشيء، ما بنفعل. حتى أنا عندي مشكلة في الإنترنت بصراحة، بحساباتي في اختراق وفي تدخلات وفي متصفح وما أدري إيش وكلام وأشياء أنا لم أرسل ولا شاهدتها، أكون أحيانا ألغاها في حسابي، وهذا كلها من أصحاب السوء يعني بصراحة. ولكن أنا كعثمان لا أملك أي شيء إلا وظيفتي اللي أشتغل فيها، وربي حتى ما أحصل أحيانا فرص علشان أتكلم بالتليفون. يعني الله يستر عليكم جميعا. للمعلومة، هذه المعلومة اللي أوصلها للبعض الأخوان
قد إنكم يساعدوني ببعض الأشياء اللي موجودة في الاختراقات وأشياء زي هذه، ما أدري يعني إذا كان تساعدوني بعض الشباب. تحية لكم. أنا كعثمان رشيد عفري أو جبرسة أو عثمان رشيد أو أبو راشد جبرسة، ما عندي أي شيء أمتلكه على أساس إنه أعطي الناس. حساباتي كلمتكم فيها وتشوفوه موجودة في اسمه، لو كتبت عثمان رشيد جبرسة بتحصل أكثر شيء 7 حسابات أو 8 حسابات مغلقة. أبو راشد جبرسة 2 أو 3 موجود. هذا كلها بسبب الصراع اللي كان يمشي في 8 سنوات الماضي، اللي كانت المشكلة اللي هو مشكلة دولة قطر وتركيا وإيران وأوروبا وأمريكا والنقاش وقضية خاشقجي. هذا كله ما سبب اللي هو حدث لي إن أنا بس عندما يشوفوني أنا أدافع عن ولي العهد السعودي أو المملكة العربية السعودية. طبعا إذا لم ندافع عن المملكة العربية السعودية ندافع من مين يعني؟ هذا كلها أنا ما أدافع علشان من المملكة العربية السعودية على أساس إن أنا أحصل على أموال، لا، هذا حق واجب شرعي لكل إنسان مسلم عربي أن يدافع عن هذاك البقعة وعن حكام اللي بيحكموا الأرض، وهذا هو الحقيقة لا أكثر ولا أقل. لكن أعرف أحد؟ لا والله ما بعرفه، حتى اللي في السفارة ما بعرفه. أوكي، هذا للمعلومة، لأوصل لبعض الناس اللي بترسلوا لي رسالة ورسائل في الخاص يقولوا لي عثمان ساعد. والله أنا ما أقدر أساعد، حتى أحيانا بتشوف كلام صعب يصعب عليك إنك تسمعها والله العظيم، وحزين كمان جدا إنه يقول يا عثمان أنا ما أكلنا نحن يومين، معقولة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أنا ما أقدر أساعد أحد يا أخي، أنا مأسي يا دوبني أساعد نفسي لا أكثر ولا أقل، على أساس إنكم تتعرفوا بحسابي وتتعرفوا حساب اللي موجود معايا وما يدور معايا للمعلومة أوصل. مين يعرفني أكيد يعرفني يعني كعثمان، في ناس بيعرفوني اللي هو عفريين أو بعض السعوديين أو اليمنيين يعرفوني معرفة خاصة عفوا. لكن اللي ما بيعرفني يرسل لي الرسائل كإنسان غني أو تاجر أو أقوم بمساعدة الآخرين. لا والله أنا ما أقدر أساعد أحد، يا دوبني أساعد نفسي. أو ما أدري عندما يشاهدوني إن أنا أدافع عن المملكة العربية السعودية أو عن ولي العهد السعودي في السنوات الماضية، هذاك ال8 سنوات اللي كان فيها صراع كبير وهجوم على السعودية وعلى ولي العهد السعودي، كان هجوم عليه، وكان نحن ندافع بالحق وبالشرع وبواجبنا كأي إنسان مسلم عربي أو أي شخص يدافع عن هذا البلد، هو له الأحقية أن يدافع، رغم أنهم هم مكافين ووافين إنه دفاع عن أنفسهم. السعودية دولة قوية وشعب كبير وشعب كمان يدافع هو الأقوى شعب ممكن يكون بالتواصل الاجتماعي، رغم أنهم أكثرهم متجهين إلى تويتر. أوكي، أنا كعثمان ما عندي أي شيء أساعد فيها الناس، ولا أعرف الملوك ولا أعرف الأمراء ولا أعرف الرؤساء. أنا إنسان بسيط يعني أبحث عن لقمة عيشي لا أكثر ولا أقل، ولا حتى عندي أموال عن طريق التواصل الاجتماعي. أوكي، هذا اللي تفهموها. أرجو منكم بعد ما يفهمني إنه يتعرف علي كإنسان بسيط وكإنسان متواضع، عثمان رشيد يعني يترزق على الله وبالله، ما عنده أموال يساعد فيها الناس. للمعلومة هذا أوصلها لكل واحد، أنا إنسان ما لا أملك أموال لمساعدة الآخرين، يا دوبني أساعد نفسي بس فقط. هذا اللي حبيت أوصلها. الله يستر عليكم ويحفظكم جميعا. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.